باسم الإله الواحد الأحد، وباسم خير الكائنات محمد، والحمد لله على نعمائه بيوم ذكرى الأربعين الأمجد. هذا سلام الله مني لكم على الحضور المؤمن المسدد. قم جدد الحزن في العشرين من صفر، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة، منها الخدود ودمع العين كالمطر، وزينب تصرخ وجداه وأبتاه، فأطلقت القسم العظيم ضد الطاغية اللئيم، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وسيبقى هذا القسم المبارك إلى يوم الدين. وفي مستهل كل عام تطالعنا الذكرى الأربعين، فتشرق في نفوس الملايين، وتتراءى لهم صور التضحيات والتحدي للمارقين والطغاة. وفي عام 1977 فرض النظام المقبور أحكاما جائرة ضد الجماهير الحسينية الثائرة، ومنعتهم من أداء مراسيم الزيارة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى قبلة الأحرار كربلاء الدم. وهدد النظام الجائر بقتل كل من يسير إلى زيارة الحسين، واستنفر كل القوات الأمنية المتمثلة في الاستخبارات والجيش الشعبي والعناصر الحزبية والعسكرية. ومن هنا بدأت المواجهة مع أبشع نظام دموي عرفه التاريخ، وانطلقت الطليعة المجاهدة من ثوار الإمام الحسين في مدينة النجف الأشرف، وتم القسم على الموت في طريق الإمام الحسين. وحدثت المواجهة مع رجال الأمن، وكسر فيها حاجز الخوف، وأصدرنا البيان الأول بتوقيع الهيئة الحسينية العليا في النجف الأشرف، وأطلقت وانطلقت الطليعة المجاهدة من ثوار الإمام الحسين الأبطال بروح ثورية عالية وبعقيدتهم الخالصة، وأغلقوا جميع المؤسسات والمحلات التجارية في مدينة النجف الأشرف، وحطموا أسطورة البعث الكافر، ودمروا القرارات الصادرة من مجلس ما يسمى بالقيادة القطرية. ولم يسيطر النظام الكافر على الثائرين والزائرين للإمام الحسين حتى وصلوا إلى قبلة الأحرار، إلى مدينة كربلاء المقدسة. وازداد غضب النظام، وأصدر حكم الإعدام بحق كوكبة مجاهدة ثائرة، وكل واحد منهم له الدور الرائع في الانتفاضة المباركة. وهؤلاء الفتية من شهداء صفر أعطوا رؤوسهم لله، فتحولت إلى مشاعل، وأنعشت الزائرين المحرومين، وأحرقت عروش الظالمين. وما نراه اليوم الملايين السائرين في طريق الحسين بين النجف وكربلاء هو من بركات الثورة الحسينية ودماء شهداء الانتفاضة العشرين من صفر الخالدة. رحلوا في صفر مستشهدين، ولهم بالدهر مجد الخالدين. وأما الإجراءات القمعية من قبل النظام الفاجر
تم إرسال طائرات الحربية النفاثة الأسرع من الصوت في طلعات جوية منخفضة من أجل بث الرعب في نفوس زوار الإمام الحسين، وكذلك القنابل المسيلة للدموع. تحرك فرقة كاملة من الجيش العراقي من المسيب قرب كربلاء على هؤلاء الأبطال، مما زاد تصميم ثوار الإمام الحسين على مواصلة المسيرة إلى مرقده الشريف وفضح هؤلاء الخونة. أصيب النظام بالهلع والتهور في تصرفه ضد أبناء الحسين، فصار يزج حتى الأطفال في سجونه المظلمة. إغلاق الحدود العراقية البرية والبحرية من جميع الدول المجاورة، وكذلك إغلاق المجال الجوي العراقي، وضع الجيش العراقي في حالة إنذار قسوة جيم، وكذلك إنذار جميع أفراد الحزب الحاقد للتأهب لمواجهة أي تطورات قد تنجم عن الانتفاضة. وكانت النتائج كشف القناع الإسلامي المزيف لدى الحزب الحاقد في بغداد، وفضح جميع أساليب العصابة التكريتية الحاكمة ضد أبناء الأمة الإسلامية في عراق الحسين، كسر حاجز الخوف في العراق، وتحطيم الأسطورة العفلقية المتمثلة بعدم إمكانية التصدي للنظام، تحطيم الخلايا الحزبية في جميع المدن المقدسة بعد أن زج النظام العراقي بما يقارب 10,000 سجين، وما يقارب 1,000 من كادر الحزب بدرجة نصير فما فوق في السجن رقم 1 في بغداد. طرد وزيرين وإعفاهما من جميع مناصبهما الحزبية بسبب رفضهما التوقيع على قرار الإعدام. وكذلك قام النظام بتدبير حادث تفجير ضريح الإمام الحسين من قبل المدعو محمد علي نعناع السوري الجنسية، كل ذلك من صنع النظام نفسه بواسطة عملائه ومرتزقته. يا أمتي، يبقى الحسين طريقنا، فنفوسنا دوما لديه فداء. يا سيدي، تبقى دماؤك صرخة في الخافقين وللشعوب نداء. وكتبت في دنيا الخلود رسالة للثائرين مشاعل ودماء، أن الحديث عن الحسين عقيدة فليفهم الحكام والحلفاء. لم يدخلوا أرض العراق لنجدة، بل هم غزاة بالجريمة جاءوا، سلبوا الديار وفرقوا أبناءها، فيها يعيث الوغد والجبناء. فلتقرأ الأجيال سر خلودها نهج الحسين، فما له إطفاء. في كل يوم للحسين مجالس، وبكل أرض كربلاء وعزاء، وبكل أرض كربلاء وعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.